مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ من كام يوم كنت نزلت بوست بتكلم فيه عن القهوة وفوائدها، وهل هي بترفع الضغط ولا بتنزل الضغط، وعلاقة علاقة القهوة بالكالسيوم وامتصاص الكالسيوم. بس لقيت حد من اصدقاء الصفحة بعت لي بوست لذيذ كده من على الفيسبوك على رسائل الصفحة. هو بوست الاعلان، فانا فتحته وبصيت فيه، لقيت فيه الاتي. لقيت ان البوست بيتكلم عن اعلان لنوى البلح، وكمان معاه شوية حاجات تانية، حاجات زي محسن قوام، محسن وش، محسن حاجة بتشيل المرارة. البوست كان بيتكلم عن حاجات يعني بالبلدي كده بديل القهوة، أو حاجات عشان تحسن من طعم القهوة، أو حاجات بتتحط على نوى البلح اللي متحمص ومطحون وبيتباع على إنه قهوة. طبعا أنا اتفاجئت بالكلام ده، وما كنتش مدرك او اتخيل ان ممكن نوصل للمرحله دي، ان الناس تمسك نوى البلح وتحمصه وتطحنه على انه بن. الاعلان فيه محسن لوش القهوه عشان يديك وش حلو، وفي كمان محسن لقوام القهوه عشان تبقى القهوه مش صيصه، وفي حاجه بتضاف عليها عشان تشيل حموضه القهوه والمراره بتاعه القهوه. وايه تاني كمان، وكان فيها من ضمن الحاجات حاجات محسن لطعم القهوة عشان يديك طعم القهوة قوي. وكان في بودرة، بودرة مستكة وبودرة حبهان، طبعا مش مستكة حقيقية ومش حبهان حقيقي، دي كلها حاجات بودرة، حاجات يعني بتقلد المستكة وبتقلد الحبهان. فالفكرة كلها ان الناس بتغش القهوة وبتبيع لك، مش كل الناس عشان بس ما نظلمش حد، في بعض الناس بتغش القهوة وبتبيعوا القهوة على انه، بتبيع نوى البلح على انه قهوة. طيب، من ضمن الحاجات اللي انا برضو حبيت اتاكد منها، فقمت دخلت على الفيسبوك وقلت اعمل سيرش على الموضوع، اشوف في فعلا اعلانات زي كده واعلانات تانية غيرها زي كده. لقيت فعلا اعلانات زي كده وناس بتتكلم عن غش القهوة. وكان في بوست والجدار فيه داير، سوري، الحوار فيه كان داير ما بين اذا كان ده حرام ولا مش حرام، يعني هل فعلا ينفع يغش القهوة. وكان احد الاراء بتاعت الناس ان لا، طالما هو قال لك انا غاشش وحاطط نوى بلح او خالط نوى بلح في النص، يبقى كده هو الراجل ما غشكش في حاجه، هو مديك بن او مديك قهوه وانت عارف. الغلط ان هو يديك البن وهو غش ومش قايل لك. فبصراحه انا اول مره اسمع الكلام ده، واول مره اسمع عن ان البن بيتغش، وانا اصلا مش من النوع اللي بيشرب قهوه كتير، انا اغلب شرب للنسكافيه. فقعدت ادور يا جماعه ازاي نقدر نفرق ما بين البن الحقيقي والبن المضروب. ماشي. فعرفت طريقتين. اول طريقه انك انت هتجيب كاسه او كوبايه شفافه وتحط فيها ميه عادي من الحنفيه، وتحط عليها البن بتاعك. لو البن سقط في الكوبايه لتحت يبقى ده بن مضروب. ماشي. ولو البن فضل من فوق يبقى ده بن مش مضروب. الطريقة التانية انك برضو بتجيب كوباية مية شفافة وبتحط عليها البن العادي اللي عندك. لو اللون ساح في مية الكوباية يبقى ده بن مضروب. البن الطبيعي اللون بتاعه ما بيسحش في الكوباية، ده بن مضروب. يا اما نوى بلح، يا اما بتضاف اللون، يا اما. طيب، حاجة تانية كمان، طرق الغش بتاعة البن كذا حاجة. من ضمن الطرق اللي أنا عرفتها إن في ناس بتحط عليه فول سوداني محمص، وناس بتحط عليه نشارة خشب، ناس بتحط سمعت كلمة بسلة، ناس بتحط بسلة، وسمعت كمان إن ناس بتحط حمص. طبعا كل ده بعد ما بيتضرب، او بعد ما بيتحمص وبيتضرب في المطحنه، بيطلع كانه بن حقيقي بنفس اللون، بنفس الطعم، لان ساعات بيخلطوه على بن، يعني بيبقى شويه بن وشويه بيبقى نوى، او شويه الحاجات التانية اللي بتضاف، بالاضافه للمحسنات، محسنات القوام اللي بتتحط، وبالاضافه للمحسنات الطعم والحاجات اللي بتشيل المراره وخلافه. بيبقى عندك بن زي الفل، احسن من احسنها بن انت ممكن تدوقه في حياتك. طيب، ايه الحل في الموضوع ده وازاي ما يضحكش علينا؟
مبدئيا كده لو اي حد فيكم جرب او وقع في البن المضروب ده اللي هو نوى البلح، يا ريت يقول لي الكلام ده فعلا بجد منتشر فعلا ولا انا متهيألي. بس عامة عشان تتجنب الموضوع اللي زي ده، انت لازم تروح محل موثوق فيه، وبغض النظر على انه محل موثوق فيه، انت المفروض تشتري البن حبات كاملة ويطحن قدامك. ما تجيبش بن مطحون وجاهز. روح لمحل البن وشوف البن قدامك وهو بينزله وهو بيطحنه وهو بيديهولك في الكيس كده، انت شكرا جبت بن، او جبت حبات بن او بن موثوقه فيها، والمفروض ان هو بن حقيقي لانه اتطحن قدام عينك. بس يا جماعه خلي بالنا، لان المواضيع دي كترت اليومين دول كتير مع غلو الاسعار. وده على فكره بالمناسبه كان مبرر كتير من الناس، اصحاب المحلات واصحاب القهاوي، ازاي هتبيعوا البن بالاسعار العالميه دي، بالاسعار الغاليه دي، نظرا لانه سعره العالمي زاد. البن سعره زاد على مستوى العالم نظرا لتغير المناخ، وان محصول البن مش موجود دلوقتي بالكميات الكفايه اللي تغطي استخدام العالم. فالانتاج قل وبالتالي بقى شحيح في الاسواق وبالتالي سعره زاد. فالناس بتتكلم ازاي يعني هتبيعوا البن بالاسعار دي؟ انت لازم تعمل كده عشان خاطر تغطي استخدام الناس، او عشان خاطر على الاقل ما تخسرش. نخلي بالنا يا جماعه، وزي ما قلت لكم اللي لقى حاجه زي كده او اللي وقع في بن مضروب او اللي يعرف الطريقه بتتعمل ازاي يسيبها لي في الكومنتات تحت. ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو عجبنا ومفيد نعمل لايك وما تنساش نعمل شير.